النهارده طبعا هنحكي عن قصة الرمود الحزين. ده رمود زي ما انتم شايفين، مجمع من كذا مكان. يعني ده رمود، وده نوع رمود وده نوع رمود. طبعا العميل الراجل راح عند الجيران قال لهم انا عايز الرمودات المكسره عندكم. جاب لهم الرمودات المكسرين لما هم حطهم قدامه عشان خاطر يرجع الرمود ويقول انا عايز غيره. طب ما ده نوع يا فندم وده نوع يا فندم وده نوع، يبقى انت جايب 3 انواع. راح للراجل قال له اتفضل عايز ارجع الرمود ده عشان خاطر الرمود ده انا خدته منك مش شغال. طب هل يعقل انت خدت رمود كده او شكله كان كده او ما خدته؟ يعني دول مش راكبين على بعض اصلا. يعني شوف النوع مش جاي اصلا، يعني مش جايين مع بعض. طب انت هل يعقل تاخدهم تروح توديهم لمحل تقول له انا عايز ارجعهم؟ ده يرضي ربنا يا جماعه؟ يا جماعه يعني حرام اللي بتعملوه في البياعين يا جماعه. طب الناس تروح فين يعني؟ يا اخي خاف من ربنا، خاف ان انت يعني مش فاهم انا يعني انت حاجه باظت عندك في البيت خلاص يا عم فداك. فالانسان بيقع بيموت بيتكسر. فانتوا ما تضغطوش على الناس البياعين بتوع المحلات الغلابه. ما ممكن يكون الراجل بايعه ده كسبان فيه 3 4 جنيه. هو حمل ان انت ترجع له الرمود مثلا ب 25 جنيه ولا ب 50 جنيه ولا ب 100 جنيه وهو يتحمل ثمنه؟ اكفي يا عم، اكفي يا عم، ده شغلانه عايزه صبر اقسم بالله. اتقوا الله اتقوا الله.